ابرز السمات المعماريه ان هذا المسجد يعني التسميه بتاعته في عندنا اكتر من تسميه تطرق ليها بالتفصيل، ولكن بحيث برضو انا عايز اشير الموقع المسجد الوصول ليه سهل جدا من ميدان القلعه في القاهره سكه المحجر، منطقه باب الوزير. المسجد مشهور جدا والمسجد معروف باسم المسجد بالجامع الازرق. وبالمناسبه في فرق بين المسجد والجامع، الجامع هو اللي كانت بتقام فيه صلاه الجمعه، يعني كان بيجمع المسلمين في الصلوات الجامعه وفي الاعياد. ده مهم قوي. المسجد يعني احنا برضو في العصر الاسلامي بصفه خاصه المساجد بيبقى فيها صحن مكشوف. المسجد ده كان عند انشائه كان المكان كله كان يعتبر يعني مقابر للمسلمين. هو بدأ ياخد هذه المقابر وبدأ يشرع في بناء المسجد فوق هذه المقابر او بجوار هذه المقابر على حسب قول بعض المؤرخين. بعد كده وضع لنفسه يعني هو وضع لنفسه مدفن داخل يعني بجوار هذا المسجد، ده مهم قوي. وبجوار هذا المسجد كان في عندنا سبيل، السبيل ده لسقي الماء للمارة. احنا بنتكلم برضو المنطقة دي كلها تعتبر يعني كانت مكان بيخرج منه المحمل لبلاد الحرمين الشريفين في هذه الفترة. في عندنا برضو كتاب لتعليم أيتام المسلمين القراءة والكتابة. هنتكلم طبعا عن المرافق المرتبطة بوجود الجامع، بس اسمح لنا نروح لفاصل دكتور أحمد ونرجع مرة